بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ انا بونبون. الفيديو بتاع النهارده على الزحلفه بتاعتي نرجس، انا مسميها نرجس. بصوا بقى، هي في الفتره دي خلاص هي بطلت البيات الشتوي بتاعها وجعانه جدا بقى، كل شويه احط لها اكل بتخلصه. انا حاطه لها دلوقتي كابوتش، بحط لها ساعات خيار وبحط لها فراوله وبحط لها خس. فهي بصراحة بقى طالعة من البيات الشتوي بتاعها، كانت قاعدة كده ومتغطية وداخلة في وسط القماش اللي انا حطاه لها ده تقريبا الشتا كله. دلوقتي بقى طلعت وكل شوية كده احس ان هي جعانة احط لها، ارجع بعد شوية الاقيها واكلة الاكل بتاعها. انا حطاها في البتاع اللي هي البلاستيك دي، اللي هي كان فيها فراولة، فرشت لها فرشالها حاجة بغيرها لها كل يومين كده، اللي هي دي ملاية سرير قديمة، بغيرها لها كل يومين. في ناس قالوا بقى في تربية السحالف ان هي بنحطها في تربة طينية ولازم نحطها في يعني في طين يعني او رملة او حاجة زي كده. بس انا حسيت ان الموضوع هيبقى مش حلو كده وممكن يعمل حشرات او حاجة. فالزحلفة نرجس دي بقى لها عندي حوالي سنة ونص، وحطها زي ما انا حطها كده وتمام التمام، وصحتها الحمد لله كويسه وبتلعب وكل حاجه يعني. انا عايزه بس اطلعها لكم. نرجس، نرجس. هي بص، اول ما شافتني خافت. اول ما شافتني دخلت راسها، كانت بتاكل يعني، انا زعزعت هدوءها. نرجس، نرجس. لا، هي طول ما انا واقفه هي خلاص مستخبيه خايفه. كانوا بيقولوا زمان يعني ان تربية السحالف في البيت بتجيب الرزق، وفي ناس دلوقتي طالعه بقى بتقول العكس يعني. فانا مش عارفه بقى ايه بقى الصح، يعني بتجيب الرزق ولا العكس؟ بس هي تربيه اي كائن من الكائنات بتاعت ربنا حاجه حلوه جدا يعني. وانا بحب اربي الحيوانات، بحب اربي اي حيوان واي طائر، بحب الحاجات دي جدا يعني. انا عايزه اقول لكم ان احنا بيتنا خلاص بقى شكله جنينه حيوانات. من كتر الحاجات، عندي كلاب وعندي قطط والزحلفة والبغبغان وعصافير. برضه هبقى اوريكم العصافير بتاعتي واوريكم البيبيهات اللي طالعين. اعمل لكم فيديو تاني واوريكم البيبيهات اللي طالعه من العصافير بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. انا بحب الحاجات دي، وربنا يعني بيكرمني كده في تربيتهم، لان هم بيبقوا حاسين بحبي يعني ليهم، وبهتم بيهم جدا جدا. برضو اذا حد بيربي الزحالف وعنده خبرة فيها يقول لي اللي انا عاملاه ده صح ولا غلط. اني انا حط فرشالها كده، ببقى فرشالها يعني قماش، مش حطاها في تربة ولا حاجة يعني. يقول لي الكلام ده صح ولا غلط، بس من تجربتي يعني يبقى لها سنة ونص والدنيا ماشية وتمام. هي في البيات الشتوي بتخش بقى اما بغير لها بتخش في النص كده، هي يعني بتدفن نفسها كده في وسط القماش. تمام. يلا سلام.